الكفر والشرك. ننتقل الآن في بحثنا إلى وجهة أخرى. هذه الوجهة نريد فيها أن نحلل شخصية عمر بن الخطاب أكثر فأكثر، ونحاول معرفة سبب أو الدافع الذي دفعه لتحريف الدين الإسلامي وللانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، وللارتداد عن هذا الدين وخيانة عهد الله تبارك وتعالى. ما هو الدافع الذي دفع عمر بن الخطاب لأن يتولى السلطة وأن يغتصب الخلافة من صاحبها الشرعي الخليفة الشرعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما؟ كنا قد ذكرنا في بعض المحاضرات أننا لو تتبعنا سيرة الطغاة في العالم، ومن بينهم طغاة العرب اليوم مثلا، وهذا يعرفه كل عربي وكل مسلم يرزح تحت ظلم هذه الحكومات، هؤلاء الطغاة الذين يحكمون هذه الأمة، نجد في سير هؤلاء أنهم منذ صغرهم، هؤلاء الطغاة، كانوا يعانون من عقدة ما. هذه العقدة عادة ما تكون عقدة نفسية يشعرون فيها بنوع من الحقارة والاستصغار. هذا الإنسان ينمو في بيئة غير سوية يعاني فيها من الحقارة، فيشعر بنقص كبير، فحتى يكمل هذا النقص يسعى نحو التسلط، يسعى نحو أن يصبح ملكا رئيسا حاكما، لعله بذلك يسد هذا النقص. كمثال على ذلك صدام التكريتي، هذا الطاغية المشهور المعروف، نشأ كما يعرفه القاصي والداني في بيئة حقيرة وضيعة جدا. كان تربية شوارع، لم يحصل على تربية جيدة، كان بلطجي إنجاز التعبير، وكان مهانا ذليلا حقيرا وضيعا. هذا الأمر شكل عنده عقدة جعلته يحسد الأشراف، جعلته يحسد من يكونون في السلطة، وسعى بكل جهده لأن يتولى الحكم، لأن يتسلط على الناس، لعله يسد هذا النقص في شخصيته، في نفسيته، في شعوره النفسي، وتم له ما خطط له. فلما وصل إلى الحكم وجدناه قد طغى، لأنه يريد أن يشعر بلذة أنه كامل، بلذة أنه عالي الشأن، لا أنه حقير ووضيع. ثم وجدناه مثلا حتى يخرج من شعوره أو عقدته النفسية في أنه من عائلة ذليلة حقيرة، أراد أن ينسب نفسه إلى الأشراف، إلى السادة، فادعى أنه سيد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل له شجرة نسب ووصل نفسه بالدوحة الهاشمية. كذلك هو حال سائر الطغاة. عمر بن الخطاب لا شك أنه أحد هؤلاء الطغاة، ولما فتشنا في بيئته في واقعه وجدناه أيضا على ما يبدو لنا كان يعاني من هذه العقدة النفسية، عقدة الحقارة، وبالذات عقدة الحقارة تجاه بني هاشم.
بالذات. فلهذا السبب سعى الرجل نحو السلطة ونحو إقصاء بني هاشم ومحاولة التأمر عليهم والسيادة عليهم، وهذا كان دافعه أصلا للانضمام لهذا الدين ظاهرا، لأنه علم كما بيناه في المحاضرات السابقة، علم من أحبار اليهود ورهبان النصارى أن المستقبل السياسي في جزيرة العرب سيكون لهذا الدين الجديد. المؤرخون ذكروا أن عمر نشأ بالأصل في قبيلة ذليلة هي من أذل قبائل قريش، وهي قبيلة بني عدي. يذكر المؤرخون أنها كانت من شدة ذلتها بلا رئيس أو زعيم، يعني سائر القبائل بما فيها قبيلة أبي بكر، قبيلة تيم، وهي أيضا كانت تعتبر قبيلة ذليلة في مقاييس أهل قريش، إلا أنها على الأقل كان لها زعيم قبيلة، رئيس قبيلة، وهو عبد الله بن جدعان التيمي. لكن قبيلة عدي لا يذكر المؤرخون لها أي رئيس أو زعيم، بل بالعكس ينصون على أنه لم يكن لها زعيم أو رئيس لذلتها، لأنها كانت قبيلة ذليلة. ويذكرون أيضا أن قريشا أكثر من مرة غير مرة طردت قبيلة عدي إلى خارج مكة أو إلى أطراف مكة على حدود مكة، والسبب أن أبناء هذه القبيلة كانت تصرفاتهم سيئة جدا، كانوا يؤذون. ينقل عن أحوالهم أنهم كانوا يسرقون كثيرا، لصوص في الليل يذهبون إلى البيوت إلى المحلات ويسرقونها، فلهذا طردوها. ويذكر المؤرخون أيضا أن عامة بني عدي كانوا عبيدا وأجراء، لم يكن فيهم ذو مال أو جاه، لم يكن. حتى عمر بن الخطاب نفسه ذكر المؤرخون أنه كان عبدا مهانا، حيث رووا أنه كان عسيفا، والعسيف هو الأجير المهان، كان يعمل هكذا في فترة الجاهلية، عسيفا للوليد بن المغيرة في رحلاته إلى الشام، يعني بتعبير أهل الخليج يقولون صبي، يأخذه معه الوليد بن المغيرة في رحلاته إلى الشام حتى يحمل شيئا من المتاع، يكنس شيئا، ينظف شيئا، هكذا صبي يعني. عسيف أجير مهان. هذه الحقائق تجدونها مذكورة في كتاب المنمق في أخبار قريش لمحمد بن حبيب البغدادي في الصفحة 146، وكذلك تجدون ابن أبي الحديد قد ذكرها في شرح النهج في الجزء 12 الصفحة 183. وابن أبي الحديد ليس شيعيا كما يحاول بعض السلفية الجاهلية، يحاولون أن يوهموا الناس بذلك. ابن أبي الحديد معتزلي في الأصول، حنفي في الفروع، فهو من أهل الخلاف، هو ليس شيعيا، بل بالعكس هو في كتابه شرح النهج يقر بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويعتبر أن خلافتهم خلافة شرعية، غير أنه على اعتقاد المعتزلة أن عليا كان أحق منهم بالخلافة، لكن حيث أن عليا سكت على حد زعمهم فإن خلافة هؤلاء الثلاثة تكون صحيحة. فهو معتزلي في الأصول، وحنفي يتبع أبا حنيفة، يعني من المذهب الحنفي،
في الفروع. أما عامة المخالفين اليوم فهم في الأصول أشاعرة، يعني يتبعون أبا الحسن الأشعري، قليل منهم يتبعون المعتزلة في الأصول، وفي الفروع يتوزعون أيضا بين المذاهب الأربعة، كما هو الحال بالنسبة إلى ابن أبي الحديد وغيره من المعتزلة. إذن عمر نشأ من هذه البيئة، بيئة تغلب عليها الحقارة والوضاعة والذلة، كون هذا الأمر بالنسبة إليه عقدة نفسية. وما زاد الطين بلة